تحليل سهم مصر الألمنيوم. تاريخ 13/5/2026. السهم دلوقتي في اتجاه صاعد قوي بعد ارتداد من 298 جنيه. عمل قمم صاعدة لحد 319. ده يعني زخم شرائي جامد. نقطة حاسمة، لازم يثبت فوق 314 ونص عشان الصعود يستمر. أهم المقاومات: 319 أولى، 322 قوية، بعد كسرها 330 ثم 340. الدعوم 314 311 أول، 306 ونص محوري، 305 جنيه وقف خسارة مضارب. خطة المضاربة: دخول تدريجي من 311 314، خفف قرب 319. لو كسر 322 بإغلاق قوي وحجم تداول عالي، انطلاقة سريعة. سيناريو إيجابي: ثبات فوق 314 ونص وكسر 319 إلى 322 جنيه، 330 جنيه، 340 جنيه. سيناريو سلبي: كسر 311 جنيه ثم 305 إلى رجوع 29 جنيه. السهم عند منطقة قرار، إما انطلاقة أو جني أرباح عنيف. الجلسات الجاية تحدد كل حاجة. أهداف استثمار طويلة: لو استمر الإيجابي زائد تحسن القطاع، 340 365 جنيه، 375 340 جنيه، وحتى 320 350 جنيه، مدعوم بنمو أرباح وطلب ألمنيوم. لو حابب فرص مضاربة قوية وفرص استثمارية، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفرص أول بأول. هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يعد توصية بالشراء أو البيع. يرجى إدارة المخاطر وعدم المخاطرة بأكثر من 5% من رأس مالك في صفقة واحدة.